عارف انك تعبت كتير بتدور على افضل موبايل قيمة مقابل سعر ب $200، بس عندك اختيارات كتير تسمع انفينكس، تكنو، ريلمي، سامسونج، ريدمي، اونر، ومش عارف مين الافضل. انا جبت لك الافضل قيمة مقابل سعر وشبه متكامل بسعر كام؟ $200. مفيش متكامل بالسعر ده، مش هنضحك على بعض، لكن بدون تحيز فهو بيقدم لك مواصفات مقبولة جدا وعيوب بسيطة في سعره، وفي ميزة قوية مش موجودة في المنافسين. خليهم اتنين. لو شفت التصميم تقول حلو وجميل شبه الاس 25 الترا بس بلمسه الانفينكس. طبعا عرفته، هو الانفينكس نوت 50 برو. تعالى نعرف كل تفاصيله وهل يستاهل سعره ولا منظر بس. فاستمتع وجهز اللايك والاشتراك ويلا نبتدي. يقدم تجربة مقبولة في سعره مع معالج هيليو جي 100 التيميت بدقة تصنيع 6 نانومتر. هو مقبول مش قوي زي بعض المنافسين، وعلى تقييم انتوتو وصل 436 ألف نقطة. مقبول ونازل لك بتردد عالي جدا في سعره، مش 90 ولا 120، بينزل 144 هرتز. ممتاز جدا في سعره، اعلى من سعره. بيقدم تجربه مقبوله وسلسه جدا في الحركه والتنقل، وفي الالعاب بيقدم تجربه مقبوله مع معالج الرسوميات. وفي ببجي مش قوي، هو وصل 40 فريم بس، لكن اللي بيميزه اكتر هو تجربه الصوت الاستيريو الجميله ومدعومه من JBL. ولو بصينا على الشاشه هنلاقي شاشه مقبوله في سعره وكبيره، مقاس 6.78 انش من نوع اموليد، بتدعم 1 مليار لون. نسبة الشاشة لجسم الموبايل 90.4%، ممتازة جدا. والجودة فول اتش دي بلس سطوع 1300 شمعة. والمميز الBEWM او معدل التعتيم 2160 هرتز. لكن يعيبه ان مفيش طبقة حماية على الشاشة، رغم انه بيجي مع اسكرينة في العلبة، فتجربة مقبولة جدا. والتصميم جميل شبه الاس 25 الترا بس بلمسة فنية من انفينكس. ظهر من الازاز والكاميرات دي 2 بس، زائد سنسور فليكر وسنسور بيقيس النبض مع LED جميل. ما تنخدعش في فتحات الكاميرات. الفريم الومنيوم ممتاز في سعره، في كيرف بسيط من الظهر للفريم، وهو مسطح بالكامل لكن كيرف بسيط جدا عند الشاشه. نازل بسمك صغير 7.3 مللي، مقبول جدا. والوزن تقيل شويه 198 جرام. هو هيكون متعب شويه في الاستخدام الطويل، خصوصا ان حجمه كبير. والمميز انه بيدعم مقاومه مياه معيار IP64. نرجع للسنسور فهو دقيق جدا ومظبوط مقارنه مع اجهزه قياس النبض، وده مميز جدا فيه. والمميز كمان وجود LED بتاع الاشعارات، جميل جدا. وبيدعم شريحتين نانو، مفيش 5G، مع واي فاي 5، بلوتوث 5 و4، NFC، IR بلاستر خاصيه الريموت. والمميز جدا دونا عن باقي الشركات انه بيجي مع سماعه وجراب في العلبه مع الماك باد الخاصه بالشحن اللاسلكي. حرفيا مش محتاج تشتري اي حاجه، جمع لك كل الكماليات معاه. وبيدعم الواجهه الجديده من انفينكس XOS 15 مع اندرويد 15، وللاسف تحديثين بس. اتمنى يوصلوا 4 على الاقل عشان يقدر ينافس. وطبعا مع ميزات AI وكل ده مع انيميشن مقبول وسرعه في الحركه والتنقل ومساعده المعالج والتردد العالي والسوفت وير. ما تنساش يا صديقي وانت معدي اللايك والاشتراك وزر الجرس واي كلمه حلوه تشجعني. استمر، عاش، برافو، جامد. الكلام ده مش هوصيك وكفايه كده. وتعالوا نشوف الكاميرات. وعندك كاميرتين بس، الاساسيه 50 ميجا بكسل مع مثبت بصري، والثانيه 8 ميجا الترا وايد، وبيدعم سنسور فليكر، والرابع ده سنسور لقياس النبض. بشكل عام مقبول في سعره سواء الالترا وايد او الاساسيه. الوان مقبوله، اضاءه مقبوله، بس تفاصيل الاساسيه افضل. هسيبك انت تحكم بينهم وتحدد الفروقات في الكومنتات. بشكل عام بفضل اضاءه وتفاصيل الاساسيه، لكن الوان الالترا وايد افضل. بشكل عام الاساسيه تفاصيل اوضح، اضاءه والوان افضل. الالترا وايد مقبوله في الاضاءه والالوان، افضل من الاساسيه، لكن وضوح الاساسيه افضل، وموضحه تفاصيل الورق والسماء افضل. مع 2 اكس زوم مقدم تفاصيل مقبوله مش وحشه، برغم ان مفيش كاميرا زوم وهو واخد الزوم من الاساسيه، فهتلاحظ نفس درجات اللون والاضاءه. الاساسيه ممتازه، تفاصيل مقبوله جدا في سعره، وضوح مقبول، اضاءه مقبوله، الوان مقبوله. هسيبك تركز في الصور كويس وتحكم على التفاصيل والوضوح والاضاءه والالوان، ولازم تكتب رايك في الكومنتات. في الازهار والورق بيقدم تفاصيل مقبوله جدا، وضوح مقبول، الوان مقبوله، بس اوقات تحس الضوء زياده. هتلاحظ تطور في كاميرات انفينكس في المعالجه، التفاصيل، الالوان والضوء في مختلف المناظر. صور جميله لا خلاف عليها، تفاصيل
تفاصيل مقبوله، وضوح مقبول، الوان مقبوله، وكمان اضاءه مقبوله. كفايه صور ونشوف تصوير الفيديو وهو بيصور 2K 30 فريم مع 1080 و30 فريم مهزوز جدا، مع الوان مقبوله وتفاصيل مقبوله، مع وضع الثبات ممتاز وثابت جدا، بس هتلاحظ انه خسر تفاصيل كتير. مع 1080 و60 فريم ثابت افضل من ال 30 فريم، بس لسه مهزوز مع تفاصيل والوان مقبولين. مع وضع الثبات ثابت كويس في الحركه والمشي، لكن برضه نفس المشكله، خسر تفاصيل ووضوح. مع 2K و30 فريم مهزوز جدا، مش ثابت خالص خصوصا في الحركه والمشي، لكن تفاصيل ممتازه، وضوح والوان افضل. والسيلفي 32 ميجا بكسل، مقبول لكن مش قوي في التفاصيل، اضاءه مقبوله، الوان مقبوله. العزل مقبول لكن مش قوي خصوصا في الشعر، نفس الفكره بس تفاصيل اوضح درجه، الوان واضاءه مظبوطين. العزل افضل وعازل كويس، ما عدا تفاصيل بسيطه مش هتلاحظها. وبيصور فيديو 2K 30 فريم مع 1080 و30 فريم مقبول، بس مهزوز، اضاءه وتفاصيل الوش مقبولين. مع وضع الثبات ممتاز جدا وثابت كفايه في الحركه، تفاصيل ووضوح مقبولين، اضاءه مقبوله. مع 1080 و60 فريم مقبول، بس مهزوز جدا، اضاءه وتفاصيل الوش مقبولين. مع وضع الثبات ممتاز جدا وثابت كفايه في الحركه، تفاصيل ممتازه، اضاءه مقبوله. مع 2K و30 فريم مقبول كتفاصيل، بس مهزوز جدا، وده خسره تفاصيل ووضوح افضل. والبطاريه ممتازه 5200 ملي امبير، تكفي استخدامك وزياده. بينزل مع الشاحن كبير 90 واط مع متوسط مده شحن 40 دقيقه، وشحن لاسلكي 30 واط ولاسلكي عكسي. في ميزه قويه جدا انك تقدر تلعب عليه وهو بيشحن، لانه بيشحن البطاريه وبيفصلها وبيشتغل على مصدر الكهرباء المباشر، فده ممتاز جدا وبيحافظ على البطاريه. ونزل لك بنسختين رام 8 جيجا و12 جيجا بتردد ضعيف جدا 2133 ميجا هرتز، ومساحه التخزين 256 جيجا بس مع نوع ضعيف UFS 2.2. مش هقدر اقول اعلى من كده لان سعره قليل. وباختصار تعالوا نعرف الموبايل ده يستاهل وتشتريه ولا لا. عجبني التصميم جدا، شبه الاس 25 الترا بس بلمسه فنيه من انفينكس، لكن المعالج ما عجبنيش برغم انه مقبول، بس بين المنافسين ضعيف. عجبني الشاشه والتردد العالي والسطوع، لكن ما عجبنيش الفريمات في بابجي 40 فريم بس. عجبني البطاريه والشاحن والشحن اللاسلكي واللاسلكي العكسي في سعره، لكن ما عجبنيش مساحه التخزين، هي نوع واحد بس. كنت افضل ينزلوا 128 جيجا و512 جيجا، كل مستخدم يختار حسب استخدامه. وعجبني مقاومه المياه والفريم الالومنيوم وLED، لكن ما عجبنيش وزنه، يعتبر تقيل في الاستخدام الطويل. وعجبني سنسور قياس النبض والكاميرات، بس ليه بينزل مع تحديثين اندرويد بس؟ على الاقل ينزل ب4 تحديثات عشان يكون منافس. وسعره مقبول على المواصفات، متوسط 180 ل 200 دولار، مقبول. وهو ينفعك في الاستخدام العادي، الشغل، التصفح، المشاهده، التصوير، شويه العاب. اقول لك اشتريه، وطبعا في سعره في بدائل افضل في المعالج والكاميرات، بس مش هتلاقي باقي الميزات زي الانفينكس. سيبك انت تخمنهم في الكومنتات. ولو فكرت تشتريه خلي بالك من العيوب، مهم تركز فيها وتشوف مناسبه ليك ولا لا. ما تنساش تكتب لي اي كلمه حلوه تقديرا للشغل الجامد ده، واشتراك ولايك. عايزين نوصل الفيديو ده اكبر عدد لايكات. تعبت جدا في المراجعه دي عشان اجيب لك كل المعلومات دي صح وفي اقل وقت ممكن. ولازم تكون عندي على فيسبوك، يوتيوب، انستجرام، تيك توك، عشان نكبر العيله ونكون اكبر محتوى تكي في الوطن العربي باذن الله. دمتم بافضل حال، سلام.